تحذير: الفيديو ده مش مناسب لأصحاب القلوب الضعيفة أو الحوامل. القصة دي مستوحاة من أحداث حقيقية وأساطير قديمة، لكن تم تعديلها بشكل درامي علشان توصلك أكبر قدر من الرعب والتشويق. لو مش مستعد للأجواء المرعبة يفضل ما تتابعش. أنا شغال حارس عقار في شبرا بقالي 18 سنة. العمارة اللي بحرسها كانت مشرحة مستشفى زمان، اتقفلت سنة 2001 بعد ما الحادثة حصلت. من شهر ساكن جديد في الدور السابع طلب مني مفتاح البدروم. قال لي أصل صاحبتي القديمة مستنياني تحت. المشكلة إن البدروم ده أنا قافله بنفسي من 18 سنة ومفتاحه معايا أنا بس. أنا عمك سيد، 63 سنة، من المنوفية أصلاً، بس عايش في شبرا من وأنا شباب. عمارة الأمل 9 أدوار، من برا شكلها عادي بس كلنا عارفين تاريخها. قبل 2001 كانت مشرحة تبع مستشفى حكومي، اتقفلت في يوم وليلة بعد ما 3 جثث اختفت من التلاجات. الحكومة قالت خطأ إداري وقفلت الموضوع. المستشفى اتنقلت والمبنى اتباع وتحول عمارة سكنية. أول 5 سنين محدش رضي يسكن فيها. بعد كده الناس نسيت وبدأت تتأجر، بس في قواعد غير مكتوبة. 1. محدش بينزل البدروم. 2. محدش بيطلع السطح بعد الساعة 12. 3. لو سمعت صوت عجل ترولي بيجري في الطرقة الساعة 3 الفجر ما تفتحش باب شقتك. أنا حافظ القواعد دي زي اسمي. البدروم بالذات أنا اللي لحمت بابه بجفلين وبنيت حيطة نص طوبة قدامه، لأني في أول أسبوع شغل ليا سنة 2005 نزلت أنظف. الريحة كانت فورمالين وصدى، ولقيت 3 تلاجات كبار مفتوحين وفاضيين، بس على الأرض قدام كل تلاجة كان في أثار جرجرة، كأن حد كان نايم واتسحب على الأرض. الأرض كانت طالعة من التلاجات ورايحة على السلم اللي بيطلع للدور الأول. نسيت الموضوع أو حاولت أنساه. من شهر سكن شاب في السابع اسمه كريم، 28 سنة، شكله مثقف وهادي، بس عينه كانت ميتة، مش بتلمع. أول يوم قال لي يا عم سيد، هو البدروم مقفول ليه؟ قلت له مقفول من زمان يا بيه، في فئران وحاجات قديمة. بصلي بصه غريبة وقال لي تمام، بس لو صاحبتي القديمة سألت عليا قولها أني طلعت السابع. أسبوع وبدأت الحاجات الغريبة. الساعة 3:17 الفجر بالضبط كل يوم أسمع صوت عجل ترولي حديد بيجري في الدور السابع، كرررر، بيقف قدام شقة كريم. بعدها بدقيقة أسمع صوت باب أوضة كريم بيتفتح وصوت رجلين نازلين على السلم، بس مش نازلين لتحت، ده صوت طالع من تحت لفوق، كأن حد طالع من البدروم للدور السابع. سكان العمارة بدأوا يشتكوا، يا عم سيد في حد بيجر سرير في أنصاص الليالي. طلعت مرة الساعة 23، الطرقة في السابع فاضية بس كانت تلج، وفي آخر الطرقة قدام شقة كريم لقيت خط مياه على الأرض، خط رفيع جاي من السلم. دوقته بصباعي كان طعمه مالح زي الدمعة. امبارح الفجر كريم نزلي، وشه كان أصفر، تحت عينه أسود. قال لي وهو بيترعش يا عم سيد عايز مفتاح البدروم. قلت له مقفول يا بني من 18 سنة ومفتاحه ضاع. قرب مني وريحة الفورمالين كانت طالعة منه، مسكني من دراعي وبص في عيني وقال لي ما ضاعش، المفتاح في جيب الجلابية اللي انت لابسها دي، وهي قالت لي انك هتدهوني النهاردة عشان هي بردت خلاص وعايزة ترجع تلاجتها. أنا اتشليت، إيدي راحت تلقائي على جيبي ولقيت مفتاح مدور كبير وبارد تلج. أنا أقسم بالله ما حطيته في جيبي، والمفتاح ده أنا رميته في النيل سنة 2005. بصيت لكريم وبصيت للمفتاح، قلت له هي مين؟
ابتسم نفس الابتسامة الميتة وقال لي: صاحبتي اللي كانت في تلاجة رقم 3 يوم ما هربت 2001 وعدتها إني هرجعها، وأنا رجعت، بس هي مش عارفة تفتح الباب لوحدها عشان أنت بنيت حيطة. كريم واقف قدامي دلوقتي والفجر هيأذن كمان 5 دقايق، وسامع صوت 3 تروليات بيجروا في البدروم تحت كرر، والحيطة النص طوبة اللي بنيتها من 18 سنة لسه سامع صوت طوب بيقع منها طوبة طوبة من جوه. قولي أدي المفتاح وأخلي ذمتي، ولا أكسر المفتاح واستنى أشوف إيه اللي هيكسر الحيطة ويطلع لي؟ لأن لو ال3 دول طلعوا مش هيبقوا طالعين لكريم بس، هيبقوا طالعين للعمارة كلها. عم سيد فتح الباب ومحدش شافه من 3 أيام. أنا كريم الساكن الجديد وأنا اللي هكملكم الحكاية دلوقتي عشان عم سيد ما بقاش ينفع يتكلم خلاص. أنا كريم 28 سنة وهحكي لكم الحقيقة اللي عم سيد ما قالش نصها. أنا مش ساكن جديد، أنا متربي في سنة 2001 كان عندي 5 سنين. أمي الحاجة سعاد كانت بتشتغل ممرضة في مشرحة المستشفى دي. اليوم اللي الجثث اختفت فيه أمي كانت نبطشية. بعد الحادثة كذب، أمي ما دفنتش، أمي من ال3 اللي اختفوا. أنا شفت كل حاجة، كنت مستخبي في دولاب الأوضة بتاعتها في المشرحة. شفت ال3 جثث وهم بالثلاجات وحدهم الساعة 3:17 الفجر. ما كانوش بيمشوا، كانوا بيتسحبوا، ووشهم كان أزرق بس عينيهم مفتوحة. واحدة منهم كانت أمي. مسكوا إيدين بعض وطلعوا على السلم، ومن يومها والمشرحة اتقفلت. كبرت وأنا سامع صوتها كل يوم 3:17 الفجر في ودني. بردانة يا كريم، رجعني تلاجتي. رجعت العمارة من شهر عشان أوفي بوعدي، بس عم سيد كان باني حيطة، والمفتاح اللي في جيبه ده أنا اللي حطيته. كنت لازم أخليه يفتح بإيده هو عشان اللعنة ما تتنقلش لي أنا. اللي حصل بعد ما خد المفتاح مني، عم سيد نزل البدروم لوحده الساعة 4:55 الفجر. أنا كنت سامع من فوق، سمعت صوت الحيطة وهي بتتكسر كلها مرة واحدة، بوم. وبعدين صمت 10 ثواني، وبعدين سمعت عم سيد بيصرخ، بس مش صرخة خوف، دي كانت صرخة واحد لقى حاجة كان بيدور عليها من سنين. لقيت الحيطة متهدة وال3 تلاجات مفتوحين، وفي التلاجة رقم 3 كانت أمي قاعدة زي ما هي من 23 سنة. ما ابتسمتش، شاورتي على عم سيد. عم سيد كان واقف قدام التلاجة رقم 1 وفجأة فتحها، ومن جوه طلع راجل عجوز شبه عم سيد بالظبط، نسخة منه، بس وشه أزرق وعينه بيضة. حضنوا بعض والعجوز همس بصوت ميت: اتأخرت عليا 18 سنة يا سيد. هنا فهمت، عم سيد مش حارس العقار، عم سيد كان الجثة الثالثة اللي هربت سنة 2001. هرب وساب أمه وأخوه في التلاجات وغير اسمه وجا اشتغل حارس عشان يحرص على سره، وفضل 18 سنة حابس أمه وأخوه تحت عشان محدش يكشفه. أمي بصت لي وقالت لي بصوت التلج: هو اللي قفل علينا، هو اللي بنى حيطة، دلوقتي دورنا إحنا نقفل عليه. ال3 مسكوا عم سيد وهو ما كانش بيقاوم، كان بيبكي بس. دخلوه التلاجة رقم 1 وقفلوا عليه، والغريب إني سمعت صوت القفل من جوا، هو اللي قفل على نفسه. أنا وأمي وأخوه طلعنا، ومن يومها وإحنا ال3 ساكنين في ال7.
أمي بطلت تقولي بردانة، بس الساعة 3:17 الفجر بنسمع صوت خبط من البدروم. تاك تاك تاك. ده عم سيد بيخبط من جوا التلاجة رقم 1. امبارح جالي ساكن جديد في الدور الأول، شاب صغير. الساعة 5 الفجر خبط علي وقال لي: يا أستاذ كريم، هو البدروم مقفول ليه؟ أصل سامع حد بيخبط من تحت وبيقول لي إنه صاحبك القديم وعايزني أفتح له، وأنا شامم من الشاب ده ريحة فورمالين. قولي أنت، قديه المفتاح؟ ولا أقول له إن عم سيد خلاص ارتاح في تلاجته؟ لأن لو 3 بقينا 4، مين اللي هيقفل على الرابع؟